فطيرة للعشاء قطنية بس فظيعة، احلى واجمل فطيرة ممكن تعمليها للعشاء. بصوا الجمال، فطيرة جميلة جدا جدا وبتتعمل بطريقة سهلة وبسيطة، مش بتاخد معانا مقادير خالص ولا بتاخد معانا وقت نهائي. يلا نسمي الله ونشوف الفطيرة الجميلة دي ازاي عملناها. عندي هنا كوبايتين من الدقيق، ما تنسوش تعملوا الاشتراك ولايك في القناة. كوبايتين من الدقيق ضفت عليهم معلقة كبيرة من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة ونص معلقة ملح ومعلقتين من اللبن البودر. هنقلب الدقيق كويس جدا مع المكونات اللي حطيناها، هنقلبهم كويس جدا وبعدين هضيف عليهم واحدة بضاية. هنضيف البضاية وبعدين هنضيف 3 معالق كبار من الزيت وهقلب الخليط كويس وبعدين هنضيف المية بتاعتنا حوالي نص كوباية من المية وحسب نوع الدقيق، لان كل نوع دقيق بيختلف عن التاني في شربه للسوائل او للمية. هنضيف المية وبعدين هبتدي اقلب كده وبعدين هنبتدي بقى نعجن كويس مع بعض. لازم نعجنها كويس علشان الفطيرة بتاعتنا تطلع ناجحة وجميلة وتطلع طرية. هنعجنها كويس جدا لحد ما العجينة بتاعتنا تبقى ناعمة خالص، وتبتدي بقى تلاقوا العجين كده خرج من ايدك، يعني ايدك نطفت ما بقاش فيها عجين، هتعرفي ان انت كده العجينة بتاعتك بقت جاهزة وبقت ناعمة خالص بالشكل ده. هنبتدي بقى ندهنها دهنة بسيطة كده من الزيت ونغطيها بأي حاجة بلاستيك عندنا، بكيس من أكياس التلاجة، وهنحطها في مكان دافي نص ساعة. هنسيبها نص ساعة وبعد كده بقى هنبص عليها هنلاقيها خمرت. هنبتدي بقى هنا نعمل الحشوة بتاعتنا. هنجيب واحدة فلفل حمراء وواحدة خضراء وواحدة بصلة وهنفرمهم كويس جدا في الكبة. لازم نفرمهم فرم ناعم جدا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هنفرمهم كويس جدا علشان هنصفي الخليط ده، فاحنا عايزين نخرج كل كمية السوائل اللي فيه علشان الفطيرة بتاعتنا تبقى ناجحة وما يبقاش فيها اي سوائل. هندوس عليه كده وهنصفي منه المية خالص ونبتدي بقى نركن الخليط بتاعنا ده على جنب. وبعدين بقى عندنا كمية من اللحمة المفرومة هضيف عليها الخليط اللي احنا فرمناه مع بعض في الكبة، وبعدين هنضيف التوابل عبارة عن نص معلقة من توابل اللحمة او بهارات اللحمة ونص معلقة من فلفل الاسود وملح. هنقلب الخليط ده كويس جدا بحيث ان اللحمة المفرومة بتاعتنا تشرب من الخضار ومن الملح والتوابل. هنقلبهم كويس جدا مع بعض ونركنهم بقى على جنب. ودي العجينة بتاعتنا بعد ما خمرت خرجنا منها الهواء، وهنرش رشة بسيطة كده من الدقيق علشان الفطير العجينة بتاعتنا ما تلزقش. هنحط بقى العجينة بتاعتنا بعد ما خرجنا منها الهواء وهنبتدي بقى نفردها مع بعض. هنفردها فرد كده، مش هنفردها قوي، يعني هنفردها هتكون السمك بتاعها مش مفرودة قوي. هنفردها بطريقة كده، حضراتكم هتشوفوا السمك معايا دلوقتي. هبتدي افردها بس اثناء ما انتوا بتفردوها ما تكتروش دقيق علشان العجينة ما تنشفش منكم وتبقى الفطيرة بتاعتنا تبقى مش طرية. فهنفردها كده بطريقة كويسة ونحاول ما نحطش فيها دقيق، يعني هنرش رشة بسيطة جدا في البداية وبعدين مش هنضيف دقيق تاني علشان العجينة بتاعتنا ما تبقاش يابسة. يعني كده انا فردتها بقت بالسمك اللي حضراتكم شايفينه ده كده كويس جدا ومناسب. هنضيف بقى دلوقتي هنجيب اللحمة المفرومة بتاعتنا. بصوا لازم اللحمة المفرومة دي او الخليط ده يبقى بالشكل ده، ما يبقاش فيها سوائل علشان الفطيرة بتاعتنا ما تنزلش مية في الفرن وتتفتح وتبوظ مننا. هنلم بقى العجين زي ما حضراتكم شايفينه كده، هنلمه كده كأنك بتلميه يعني بنفس الشكل ده، بحيث ان احنا نعمله في الاخر زي دايرة كده او زي كورة. هنلم كل العجين والعجينة بتاعتنا طرية وجميلة
فهتمسك في بعضها بكل سهولة. هنلم كويس جدا العجينة. اهم حاجة في العجينة ان هي تكون طرية، ما تكونش معانا يابسة، علشان تتلزق بسرعة وتطلع معانا فطيرة طرية وجميلة. هلزقها كويس في بعض كده علشان ما تفتحش معانا في الفرن. هنجيب صينية مدهونة زيت، وهبتدي كده افرد العجينة بتاعتنا او الفطيرة بتاعتنا. هفردها في الصينية، والسمك بقى اللي حضراتكم عايزينه، لو عايزينها رفيعة بتفردوا اكتر، بس السمك ده مناسب جدا. هنبتدي بقى نخرم العجينة بتاعتنا بالشوكة علشان ما تتنفخش في الفرن وتطلع مش حلوة خالص. لازم نخرمها كده علشان تستوي بطريقة كويسة وما تتنفخش في الفرن. هنخرمها كويس، وبعدين بقى علشان ندهن الوش بتاعها، يعني حسب ما حضراتكم عايزين. ممكن تدهنوا لبن وبيض، وممكن تدهنوا سمنة او زبدة حسب ما حضراتكم عايزين، بس انا هدهنه النهاردة لبن بس. اللبن حلو جدا، بيخليها طرية ولونها جميل جدا. وهنرش بقى رشة بسيطة كده من الجبنة الموتزاريلا، وهندخلها بقى الفرن على درجة حرارة عالية. لازم تدخل الفرن على درجة حرارة عالية، وهنحطها في الرف الأوسط، وهنسيبها في الفرن مش أقل من 40 دقيقة. 40 دقيقة تسوية علشان اللحمة تستوي كويس وتطلع معانا الفطيرة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. احلى واجمل فطيرة ممكن تعملوها. انا على فكرة ما شغلتش الشواية، انا لقيت الفطيرة ادتنا اللون اللي احنا عايزينه من غير شواية. ولو انتوا عايزين تشغلوا عليها الشواية ده حاجة براحتكم، بس انا شغلت تحت بس، وشغلت الفرن قبلها. لازم تدخل على فرن سخنة علشان تطلع طرية وجميلة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. احلى واجمل واسهل طريقة ممكن تعملي بيها فطيرة للعشاء. طريقة جميلة جدا جدا ومش بتاخد وقت خالص، وطرية وقطنية بطريقة رهيبة. يعني بجد بجد احلى واجمل فطيرة ممكن تعمليها للولاد في البيت. يعني بجد فعلا شبه اكل المطاعم، حاجة كده جميلة جدا جدا. بصوا ما شاء الله الفطيرة جميلة، بتتقطع معانا بكل سهولة ومستوية وحلوة جدا جدا. يلا نفتحها مع بعض. وبصوا ما شاء الله، لازم تسيبيها تستوي كويس في الفرن وتاخد راحتها علشان اللحمة المفرومة بتاعتنا تستوي كويس. بصوا ما شاء الله اللحمة مستوية والفطيرة طرية عاملة زي القطن بالظبط. فطيرة جميلة جدا وطعمها حلو جدا جدا. بصوا مستوية من جوه، اللحمة بتاعتنا مستوية والعجينة جميلة والتسوية من تحت حلوة جدا. يعني بجد احلى واجمل فطيرة ممكن تعمليها. هتعملوها ان شاء الله وهتعجبكم، بس ما تنسونيش في الاشتراك واللايك، وتدوسوا على زر الجرس علشان اي فيديو انزله حضراتكم تشوفوه. بصوا ما شاء الله الجمال، احلى واجمل فطيرة ممكن تعملوها. ان شاء الله تجربوا الطريقة واكيد هتعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.